هو انا خلينا نرجع شويه، ما اعطيتنيش الفرصه. بالنسبه لي انا بون استراتيج قبل ما يعلن الحرب على اي شيء، على الفساد، على الارهاب، على الاجرام معناها والعصابات الاجراميه، لابد انه تكون هناك عنده خطه، عده وعتاد، اليات والسلاح، لازم يحضر السلاح نتاعو. وبالتالي نحن في وثيقه كرتاج عندنا نقطه من نقاط مقاومه الفساد، وبقينا ننتظر وقتاش بيجي يتم مقاومه الفساد. المده الاخيره نجم نقولوا فما خطوه اولى، باعتبار انه تم ناس معناها وضعهم تحت الاقامه الجبريه، ولو انه تم معناها الالتجاء الى قانون استثنائي اللي هو غير دستوري، ولكن قلنا ما يهمش كخطوات اولى باش نعطيو رسائل معناها قويه ما يقلقش طالما نحارب فساد اللي هو افه كبيره واخطر من افه حتى الارهاب. داكورد ولا؟ بالتالي اليوم هو كي يعلن الحرب على الفساد المفروض عنده خطه جاهزه. هذاك علاش نحن دعيناه المجلس نواب الشعب يجي يعطينا الخطه نتاعك شنو هي سياسه الدوله في محاربه الفساد. للامانه وانا كنت اقولها توا امام السيد رئيس الحكومه، قلت له وصلت بخيبه امل، لانه اليوم في خطابه في مداخلته لقينا مازلنا في مستوى الشعارات والعناوين الفضفاضه، معناها مجرد تعبير عن حسن النوايا، لانه اليوم يلزم يوريني شنو هي خريطه الطريق نتاعو في محاربه الفساد، يلزم يترجم لي الخطه نتاعو الى افعال. اليوم مازلنا نحكيو هاو عندنا قطب اقتصادي ومالي صدقنا عليه منذ ديسمبر سي سفيان 2016 اللي هو باش نحاربوا به الجريمه معناها في الفساد، الفساد المعقد، القضايا المعقده بتاع الفساد الى حد الان غير مفعل، وننتظر ماذا؟ صدور الاوامر الترتيبيه. معناها 7 شهور ولحد الان قلت له فاش تنتظر؟ انت باش تحارب الفساد بماذا؟ مش بالقضاء؟ هو بجوده قال الركيزه الاولى في محاربه الفساد هو القضاء. هذا قضاء كان ما تجعلش قضاء عنده امكانيات بشريه ولوجستيه وماديه واداريه، راهو لن يقدر على محاربه الفساد، راهو ما نجموش معناه نبقى زمن طويل في استعمال القوانين الاستثنائيه، مثل الامر هذا نتاع الطوارئ والوضع على معناها في الاقامه الجبريه، مثل مرسوم المصادره، مثل اللجوء الى المحكمه العسكريه اللي هي تو بالدستور الفصل 110 لا يمكن محاكمه المدنيين امام المحكمه العسكريه. وبالتالي اليوم ما لا مفر سوى دعم القضاء وتمكينه والاستثمار في القضاء. كان تحب اليوم تربح الفساد وتربح معناها هذه المعركه على الفساد. اليوم عندنا قوانين مش موجوده، مثل قانون الاثراء الغير مشروع، قال لنا عليه سي الحبيب السيد كل مره هاو باش نجيبوه الان غير جاهز، قال هاو مازلنا باش نقدموا. وقتاش مازلت؟ هو قانون نايله لك هذا باش يحلك 80% من المشاكل نتاع الفساد، والناس اللي قاعده تستثر اليوم اللي عنده شهريه قال هو ب1000 دينار وعنده عمارات وعقارات بمئات المليارات. بالقانون هذا انت تقلب عبء الاثبات، ما عادش يلزم تقول منين جاب، هو يلزم يثبت منين ملك معناه يثبت المصادر المشروعه. النوايا موجوده، شو اللي تعيب عليه؟ النوايا موجوده. اليوم للاسف ما عندناش خطه ناضجه مدروسه طموحه اليوم قادر بها يدخل بها الحرب وينتصر، لانه اليوم الحرب كان ما يفشل فيها، راه مش يوسف شاد باش يفشل بها، باش يحط سون كارير بوليتيك اون جو، راهو المسار الانتقال الديمقراطي كل باش يقع له نكسه. هذاك علاش نحن من الاحزاب بالرغم من حزب معارض من اول وهله دعمناه، قلنا له اليزي نحن معاك ندعموك كل صندوق على شرط يكون تولي سياسه دوله ما فيهاش انتقائيه، ما تكون الظرفيه، ما تكونش في نطاق تصفيه حسابات، تكون سياسه دوله الغايه منها الانتصار على الفساد على المدى المتوسط والمدى البعيد باعتبارها حرب. واضح سي غازي.